حكايتنا النهاردة حكاية من أجمل الحكايات، حكاية الملك والوادي المخيف. في يوم من الأيام كانت قافلة كبيرة من التجار بتعبر نهر في مركب، وفجأة هبت عاصفة وغرق المركب وغرق جميع اللي فيه من التجار، لكن شاب وحيد قدر ينجو بنفسه من الغرق. كان الشاب اسمه حامد. فضل حامد يعوم في المية لحد ما وصل لشاطئ الأمان. قعد يستريح شوية وبعدين بدأ يمشي وهو مش عارف هيروح فين. وفي نهاية النهار شاف مدينة من بعيد، مشي ناحيتها لحد ما وصل ليها وكان تعبان جدا. وأول ما دخل حامد من بوابة المدينة شاف الناس والحراس بيجروا ناحيته وهم بيقولوا امسكوا بالشاب ده. اتمكن الحراس من الامساك بيه، ومن شدة التعب اللي هو فيه ما قدرش يقاومهم ولا يفلت منهم. مسك الحراس حامد ومشوا بيه في شوارع المدينة. سألهم حامد انتوا عايزين مني ايه وليه مسكني كده؟ قال كبير الحراس بعد شوية هتعرف كل شيء، المهم ما تخافش. لكن حامد كان بيرتعش من الخوف وهو مش عارف سبب القبض عليه. وصلوا أخيرا لقصر الحاكم وقعدوا حامد على العرش، فسأل في دهشة ايه معنى اللي بتعملوه؟ ليه بتعملوا معايا كده؟ بص الناس والحراس لبعض ومحدش جاوب عليه. قرب منه راجل عجوز حكيم عنده لحية بيضة وقال له ما تخافش، لأن ده بيحصل عندنا دايما. فسأل حامد ازاي يعني؟ قال العجوز مدة الحاكم عندنا هي سنة واحدة، وأول ما تنتهي مدة حكمه ناخده الوادي المليان بالوحوش والحيات والعقارب ونسيبه هناك ونرجع. قال حامد وبتعملوا ايه بعد كده؟ قال العجوز بنمسك أول إنسان نقابله عند بوابة المدينة ونخليه حاكم مكانه فيحكم لمدة سنة، وبعدين نعمل معاه زي اللي قبله. قال حامد يعني هترموني للوحوش في نهاية العام؟ قال كبير الحراس انت تشك في كده؟ قال حامد يعني هكون أنا الحاكم لمدة عام كامل. قالوا كلهم أيوة. قال حامد وخلال العام ده أقدر أعمل كل اللي أنا عايزه. قال الجميع طبعا بكل تأكيد. بدأ حامد حكمه، وكان أول شيء عمله إنه قام بحملة كبيرة اشترك فيها كل الناس لتطهير وادي الوحوش من الحيات والأفاعي والوحوش. وأمر مجموعة كبيرة من الناس بتحويل الوادي المخيف لحدائق واسعة مليانة بالأشجار والورود، وبنى حواليها مدينة جميلة، فأصبح المكان عامر. أعجب الناس بالملك حامد واختاروه حاكم لمرة تانية وتالتة، فعاش بينهم حامد يعمل ليهم في كل يوم أشياء جميلة، وبذكاء حامد عرف إزاي ينجو بنفسه. حكايتنا النهاردة خلصت، استنوني في يوم جديد وحكاية جديدة من أجمل الحكايات.